السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جايلكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلبي اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا، يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك يا رب ليا وليكم ولأمة صلي محمد على اجمعين. محمد. والسلام. ولأمة محمد اجمعين، ويرزقني ويرزقكم جميعا الخير ان شاء الله. الفراخ بتاعتنا بسم الله ما شاء الله، البيضه والبصراميط والبلغاري والبراهم، الله اكبر بقوا حاجه تانية خالص. ربنا يبارك يا رب. بس الفراخ البيضه بتاعتنا مش هتكبر طول ما احنا بناكلها على سمسم. بس الفراخ الجميزه عندي لسه صغيره في العمر، فالمفروض انها تاكل على سمسم. فهنعودهم بقى ان هم نبدا نخلط من ده على ده، عشان الفراخ البراهمه والبلغاري والبيضه كبروا عايزين ياكلوا خشن، فهنقلب خشن على ناعم عشان اللي بياكل ناعم ياكل واللي بياكل خشن ياكل. اوعى بس كده جعانين، ما اكلوش من امبارح والله يا جماعه، والله العظيم ما اكلوا من امبارح الصبح، بس مايلوا كده. لا حول ولا قوه الا بالله. فزي ما انتم شايفين حضراتكم، حطيت سقايه خشن وسقايه ناعم، الله اكبر ربنا يبارك يا رب. بسم الله ما شاء الله، شايفين بيتحاربوا. وجبت كميه من البيض المسلوق معايا بقشره كده واحطها لهم عشان اعوضهم اليوم اللي هم ما اكلوش فيه. حقيقي يا جماعه عشان بس ما اكذبش عليكم، فعلا ما كنتش عارفه اجيب علف، والله ما كنت عارفه اجيب علف. فاللي كان مأخرني عليهم ان الظروف ما كانتش سامحه ان انا اجيب علف، فقعدوا يوم من امبارح الصبح لحد النهارده كان يوم المغرب. يعني احنا دلوقتي المغرب اهو، ولسه بجهز لهم العلف بتاعهم، فعشان كده الفراخ جعانه جدا جدا. فالفتره دي طويله عليهم جدا جدا، بتخليهم ان هم ياثروا معاكي في الاوزان، يعني لو كحلوا معاكي يرجعوا ينزلوا معاكي الوزن تاني. فوالله العظيم بيبقى ساعات غصب عني، فيلا الله المستعان. بس مايلوا بس اقلب لكم بس العلف، مش عارفه اقلبه لهم. لا حول الله يا رب. عايزه احط لهم كميه بيض تعوضهم، وانا مش عارفه اشتغل منهم اصلا، مش عارفه اشتغل منهم. بداوا ينقوا البيض اهو، بس اوعوا انا بعمل لهم بقشرهم يا حبايبي. بيض السمان قشرته ضعيفه جدا جدا، فانا بعمله بالقشر بتاعه اهو. يا حول الله، بس اوعوا بس كده نجوكوا جزمه. لو لقيت العلف الخشن اتمسح هقلب لهم خشن على طول باستمرار ان شاء الله. بس احاول بس ان انا اقلبه لهم، بس انا مش عارفه اتعامل معاهم اصلا، مش عاطين له فرصه، عشان عايزه افكه في العلافه كله ببعضه عشان اقسمه في العلافتين عشان يعرفوا ياكلوا. اوعوا كده، اوعوا بس كده بالله عليكم، بالله عليكم تميلوا بس خلاص. الجوع كفر يا جماعه اهو. اوعوا خد، انتوا حرين بقى اهو. زي ما انتم شايفين حضراتكم بسم الله ما شاء الله، فراخ جعانه جدا جدا. دلوقتي بقى ما ندخل عند السمان هنشوف المجاعه اللي فيها السمان. هيبقى بنفس النظام، السمان الكبير برضو. كل الطيور انا قصرت في حقها، بس والله العظيم غصب عني، حقيقي فعلا غصب عني. لسه الفراخ اللي هي البزراميط التانية دول قدام منهم ميه اهوت، لسه الفراخ البزراميط التانية الصغيره، ولسه السمان الكبير. لسه هندخل نقلب بكله علف دلوقتي حالا، وهتشوفوا منظر المجاعه اللي في الطيور بتاعتي، الله المستعان. لسه معايا كميه بيضه اهي، هحط منها للفراخ البزراميط ونحط للسمان على قد ما نقدر ايه نقلب للطيور كلها. هنقلب العلف الخشن ده هنحطه لايه، نسيبه، ونحط ناعم للسمان برضو، عشان عندنا فراخ تانية عايزه علف خشن. انا علفتهم الصبح بس ايه كان لهم علف هنا، فهنسيبه برضو ليهم للفراخ البيضه والفراخ الجميزه اللي موجوده معانا هنا دي. نبدا نجهز بقى علف للفراخ البزراميط الصغيره، ناخد لهم برضو. ما جبتش السقايه، لا حول الله يا رب. جبت هنا علفتين اهمت عشان اظفر هنا للطيور، لان انا لو دخلت جوه مش هعرف اتعامل معاهم اصلا. هحش شويه بس الفراخ البزراميط، واحاول اصفي الميه اللي هنا دهيت عشان اقسم العلف في الحلتين واعرف ان انا اقلبه. اصفيها بس كده. العلف ده اللي بقى اللي بقلبه حاليا ده للسمان الكبير اهوت. كميه البيض اهي زي ما انتم شايفين حضراتكم، كل علفه كده حطيت عليها كميه بيض، وهقلبه للسمان الكبير. طب بيض للسمان اللي بيبيض يا ام ليلى طالما موجود عندنا حبايب قلبي مش بخساره، يعني هو بدل ما يترمى، لان ده حاجتي، وبدل ما ارميها استفاد منها. يعني هو كده كده باظ، هو مش باظ لدرجه ان انا ارميه، لا هو اتسلق نص سلقه في قلب الفقاسه. فانا بدل ما ارميه او اركنه عندي يوم واتنين هيبوظ، لان لو ركنته طالما هو اتسلق لو ركنته هيبوظ. فانا بقول بدل ما يترمى امسكه افركه كده كويس، اسلقه واحط له الطيور في قلب العلف استفاد منه اهو. كل علافه حطيت عليها كميه بيض اهو، كل بتاع سقايه علف حطيت عليها كميه بيض، وهفركه فيها تماما كده، وهبدا انزله للسمان بتاعي. وحشت كميه اهوت للفراخ البزراميط، برده هقلبه بقشره، ومعاها الايه الدكوره السمان الكبيره اللي انا بذبح منها،
فكل حاجه هقلبها لوحدها واحطها لها اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم. انا ايدي وجعتني والله العظيم، انا كده بقالي ساعتين شغاله بالوضع ده. يعني في فيديوهات انا صورتها تانية خاصه بطيور تانية، بقالي ساعتين شغاله بالوضع ده، ايديا ما عدتش حاسه بيها، ايدي وجعتني حقيقي، ايدي وجعتني. ولسه هطلع اتصرف اجيب ميه عشان احط لهم ميه. اللي عنده ميه تمام واللي ما عندوش مضطريه ان انا اتصرف من اي مكان اجيب لهم ميه. بس كون ان انا اهرس في بيوت حد واخش اجيب ميه من عند حد لا. الخزان بتاعي كان مفتوح ومفيش ميه امبارح طول اليوم، فالميه كان فيه مواسير مكسوره هنا على الطريق في البلد عندنا، فجت شركه الميه صلحوا المواسير، والنهارده في تصليح في مكان تاني فقطعوا الميه عندنا النهارده. فاحنا مش عارفين نتصرف خالص من غير ميه. يعني انا اكتر شغلي بالميه عشان الطيور وشغل البيت، كل بيت ما بيستغناش عن الميه يا جماعه، كل بيت ما بيستغناش عن الميه. الله المستعان بقى. النهارده السمان بتاعنا مفيش علف تماما، العلافات فاضيه اهي. نبدا بقى نحط كده، وهيلقوا العلف زفر هياكلوا مش هيخلوا. نجيب برضو العلافه التانية نحط لهم. بسم الله ما شاء الله. يعني يعتبر النهارده ما اخدتش من عندهم بيض عشان مفيش علف، يعني بيض النهارده مفيش عشان مفيش علف. هي هتبيض منين وهي مش متغذيه؟ والله العظيم بتبقى غصب عني حقيقه، غصب عني. وانا جبت علف النهارده بس يمشينا النهارده، يعني اللي قدرت ان انا اعمله ان انا جبت علف يمشينا النهارده اهو يا حبايبي. فالله المستعان. ربنا يفك عنا جميعا يا رب، ويفك ضيقه كل متضايق يا رب، اللهم امين. ربنا يفك كربنا جميعا يا رب ان شاء الله. اهو يا حبايبي اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو كده، هياكلوا مش هيخلوا، هياكلوا مش هيخلوا. بس السقايات بتاعتهم فاضيه، دول بقى هتحاول اتصرف واجيب لهم ميه، هما والفراخ اللي جوه. شوف برده لو ما قدامهمش ميه اجيب لهم ميه. فهبدا بقى اجهز العلف بتاع الفراخ التانية اللي جوه هي والسمان، واحط لهم برده. احاول اتصرف في ميه باي طريقه عشان احط لهم ميه، لان حرام لا ميه ولا علف، يبقى حقيقه حرام. كل ده غصب عني يا جماعه والله العظيم، والله العظيم غصب عني، مش بايدي. لو بايدي يعني افسخ نفسي لطيوري، بس مش بايدي والله العظيم. برضو الكميه التانية اهي، دول بس بحط لهم سقايه واحده. عايزه اخد معايا كمان طبق اقسم لهم العلف على طبقين، لان الكميه اللي جوه كبيره وطبق واحد ما بيقضيهمش، بيتكوموا عليه وما بيعرفوش ياكلوا كلهم منه. فانا هاخد ايه غطا العلافه ده احط لهم فيه كمان اهو يا حبايبي. زي ما انتم شايفين ريحه العلف زفاره ما فيش بعد كده، والزفاره دي حلوه جدا جدا للطيور. لو عندك قشور سمك متحمصه وضربتها في المصحنه وحطيتها برده للطيور، نسبتها كويسه جدا جدا للطيور. فربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك للجميع. ناخد العلافه دي معانا ونقسم العلف للفراخ. الشيء اللي بلاقي فيه فايده للطيور يا جماعه والله العظيم، شوفوا لو هروح للمريخ ما بتاخرش، لو في استطاعتي ان انا اعمله لطيوري هعمله، ما بتاخرش والله. الجو النهارده الشتا صعب، ما فتحتش اي شبابيك خالص. يعني الشتا النهارده عندنا صعب جدا، لسه الشمس بدأت تطلع، بقينا المغرب ولسه الشمس لسه بدأت تطلع. فانا هوزع العلف بقى عليهم في العلفتين. شايفين العلفات لا ميه ولا علف، لا حول ولا قوه الا بالله. والله غصب عني يا حبايبي، والله العظيم غصب عني، غصب عني ان الطيور توصل للدرجه دي، بس الحمد لله. اهو حط لهم في علفتين عشان يتوزعوا ياكلوا. دي الفراخ اللي كانت متباعه من عندنا وكلكم عارفين. بسم الله ما شاء الله. ورجعت عندي تاني، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. مش كل اللي ربى يا جماعه، مش كل اللي يربي طيور، مش كل حد قال ربى طيور فهو بيعرف يربي طيور. مش كل حد بيقول لك انا بربي طيور بيعرف يربي طيور. يعني اللي اخذت مني هي ست فلاحه بس ما عرفتش تمشي معاهم، ما عرفتش في نظامهم، ما عرفتش تتعامل معاهم، اخدتهم عيتهم وجابتهم. فالحمد لله الفراخ معانا فايقه وجميله جدا جدا اهو، ربنا يبارك. فاطلع دلوقتي حالا اجيب ميه، احاول اتصرف في ميه من اي مكان واحط ميه للطيور. بس عشان ما اطولش عليكم لان هطلع على الطريق بره وهيخلي ابو ليلى يجيب له ميه من البحر لان ما اعرفش انزل، فهو ينزل يجيب لي جردلان ميه احط للطيور اللي مخلصه ميه. فالله المستعان. انا حبيت بس اشارككم الفيديو ده معايا واوريكم انا عملت ايه مع الطيور النهارده وحطيت لهم علف ايه. فالله المستعان ربنا يعيننا ويقوينا. انا اتاخرت عليهم، انا امبارح علفهم بيض صافي، امبارح عارفه الفراخ ديت بيض صافي. اهم شيء ما يكونش عندهم اسهال، واحط لهم بيض جهدي. طالما ما فيش اسهال خلاص ما تقلقيش من اي حاجه. فكنت سالقه كميه بيض فراخ امبارح فحطيت لهم اتعشوا بيض صافي. فالحمد لله الفراخ قدام مننا حيوتها كويسه جدا جدا، الله المستعان. فانا هطلع دلوقتي حالا اخلي ابو ليلى اجيب لهم ميه عشان احط لهم ميه. دي كان الفيديو بتاعنا النهارده، حبيت اشارككم معايا اللحظات اللي انا عملتها عند الطيور بتاعتي واوريكم انا حطيت ايه لكل الطيور بتاعتي وعلفتهم ايه النهارده. حاجات جميله جدا جدا ومغذيه للطيور، فالله المستعان. فما حدش يزعل يا جماعه لو حصل معاه اي نافق او اي مشكله في اي حاجه في بيض زي ما حصل معايا كده، فانا مش زعلانه ولا انا زعلانه على حاجه الناس بس اللي خسرت، انما بالنسبه للبيض بتاعي فانا فعلا في طيوري
فرجعوا طيوري تاني يعني ما خسرنيش حاجه الحمد لله. الف حمد والشكر لك يا رب. ربنا يبارك يا رب للجميع. المهم بس ان انا اقدر امشي ظروفي وامشي دنيتي واقدر اجيب علف للطيور. ممكن البيض اللي كان موجود عندي ده طلع، وبعد ما طلع وبقى عمره اسبوع او عمره 10 ايام ومات مني وارجع ازعل عليه. فهو كده اعتبر ان هو كان فاضي تماما ما كانش فيه بذره وسلقته لطيوري، مفيش اي مشكله بالنسبه لي خالص. فدي كان الفيديو بتاعنا النهارده. علفت طيورك الله يد بس واقفين على الميه بس. فهطلع دلوقتي حالا اجيب لهم ميه. شايفين مبسوطين جدا جدا بالبيض. كل اللي بيمسك حته بيضه بياخدها بيدور الجنب. فالله المستعان. ربنا يبارك لنا جميعا يا رب ان شاء الله ويرزق كل من كان الخير يا رب اللهم امين. ربنا ما يضايقش عليكم ابدا يا رب ولا على امه محمد اجمعين، ويفك كرب المكروبين يا رب اللهم امين، ويوسع رزقكم جميعا ان شاء الله. استنوني فيديو جديد واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.